والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. هذه هي الحلقة الأولى من دروس مسلسلة في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. أيث مثلا الكتاب كتاب بلوغ المرام هديوران يون سي العظماء الإسلام، يون سي المسنون مقرانا من الإسلام، الحافظ ابن حجر العسقلاني الذي اشتهر بكثرة مؤلفاته. بعض العلماء أحصوا أكثر من 150 كتاب، بعضهم أوصلها إلى 282 كتاب. والكتب كتب ابن حجر العسقلاني من روائع الكتب، كتب خاضعة للتدقيق العلمي، للتمحيص المنهجي. تكتابين يعدان في الغربال يفكير داي الروج يتجاد أي الروج ذا مقران تكتابين ستوسن تطاس العلماء مقرانا تقليف الفلاسات باش تغران باش ذوين فايدة يقلان داخل كتابين ابن حجر العسقلاني. إذ مثلا الحلقة تاقي في العنوان ذا مقران بيان بلوغ المرام من أدلة الأحكام. حلقات مسلسلة أطفنت شهور، ماشي ذا بقول ماشي شهرين ماشي 4 شهور ماشي 9 شهور، شهور طويلة، لأن الكتاب كتاب عظيم، كتاب يسعى القيمة يسعى الشان ذا مقران. لذلك نبدو إن شاء الله في هذه الحلقة، حلقة اليوم في هذا المسجد المبارك، وربي يعلم سيسيك السيريما يعني باش القيمة تقول مولاك عزيز الله يبارك هذه الوجوه النيرة باش نتدارس سويا أنغر كيف يوسف كتابين ثم قرانين مكاسلام تعتبر العنصر أم قران العنصر الصفان دي تساكن أمان سديا دي تساوين ثلويث دي تساوين يعني الجهد أفوذ إثر واحد. دي المقدمة دي الدرس وسائل المقدمة أدفقنا البداية أهمية علم النبوة. إذ مثلا العلم الشريف، العلم يفكاس ربي الشرف في القرآن، ولكن علم النبوة ميراث النبوة ولا شمسة أشرف العلوم وأشرف المواريث. غاسما إلا غيمثانا تحمل هذا الورث تريكا تمورث تزمورث إلى آخره، ولكن ثلاث تريكا فايض يسعى مازال ذا مقران ذا شوت تريكا يجي من العلم، خاصة إذا كان علم النبي صلى الله عليه وسلم، ذي الميراث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ذا غدلني أن علم النبوة يحتاج إلى خدام يحواج ورق الشم في العلم النبوة. ولذلك قدر الله في كل زمان يقيد الله رجالا يخدمون ميراث النبوة، أذن في الورثة أوفياء أذ قد شم في ميراث النبوة، أذ حرزم وذ حرب الفلاس والسيوظني مثلا. مثلا بعض الأئمة الأعلام الإمام البخاري
الإمام النسائي، الإمام ابن ماجه، الإمام أبو داود، الإمام أحمد صاحب المسند، الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، يعني كل العلماء جم قرانا أما زيش أما في كل زمان. لذلك ربي تختيري وقادر يقض الشد في علم النبوة وقادر يحارب الفلاسفة في كمثال. يوم الوقت كثر وضاع الحديث، الوضع في الحديث، يعني قد يسيديفن في النبي صلى الله عليه وسلم أدوين الكذب السنين الناس يدلفي عليه الصلاة والسلام. وقيت جريمة قرأت النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر، يعني بلغ أقصى درجة الصحة يناد: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لقي واعد يثيد جهنم كان يسدي جهنم وين راه يسيتفن في النبي صلى الله عليه وسلم يعمد ماشي يستثوذ يعمد. لذلك بعض السميس ديو الحديث هاكي وكان يسيتفن في النبي عليه الصلاة والسلام ناس خذ من الحيلة ناس نكوني لم نكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ولكننا كذبنا له، يعني مسكت فارا في الناس. أما كان غاديين نسيادر في الفايلاس أداوينا ولي كرزان يشبحان يلهان ذا سنين ينهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما يلها ووال في دينار في دينار صافي وين ديونا سفروا يلها استقفالي نستعرف أشيني نهد النبي نغيبود المثل لأنه قادم يفكر بالحكمة الدنيا والي يقرس يشبح ما شاء الله ذي المثول ذي السفرة ساعنا زال السن ولكن يريد وزارة يون أديني يمسلين كين في صلى الله عليه وسلم. في الوقت اللي سند الورس أتسلسل مسقرني الفلاني أثن ثروين هذه الأحاديث الموضوعة، يعني تسخاوان أثن ثروين أتصق جمذانا تساود الأحاديث أسقار في صلى الله عليه وسلم. ذا شو سنينا ابن المبارك عبد الله بن المبارك إناس تعيش لها الجهابذة، يعني اللان يرقازان إمسناوان إمذيازان أري حارفان في السنة من في صلى الله عليه وسلم هكذا. ثورة إمسلام ولكن المقدمة ثورة ذوق نقطة مزورة. أولا السنة النبوية المصدر الثاني للتشريع في الإسلام. ثاني باش نقول غير مثلا العنصر والسين للإسلام بعد القرآن السنة. العنصر من القرآن ذو القرآن، العنصر من القرآن للإسلام ذو القرآن وقيت خصمت مرة. العنصر والسين ثلاث سنات السنة النبوية. أدفع كان باختصار على حسب الوقت سائر. من الألف من القرآن الكريم، الأدلة من القرآن الكريم أذكر على سبيل المثال في سورة الحشر الآية السابعة ربي ناد: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أين يكون يومر النبي صلى الله عليه وسلم خذبزت، أين يكون ينهى اجتز. الدليل واضح القرآن: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. سورة النساء الآية 59. ضعف ربي في أكد ولاة الأمور. الآية في ثلاثة في سورة النساء دائما الآية 80: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. ونضع النبي عليه الصلاة والسلام أماكن ضع ربي. الآية في سورة النحل الآية 44: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. أدلة من السنة لات الأحاديث كثيرة يغدي في جنن باللي السنة ذلسات إذ العنصر والسين للإسلام بعد القرآن الكريم. مثلا حديث النبي حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحهما وغيرهما، يعني البخاري ومسلم وغيرهما. ذا شو دير في صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. واضح. وين يضوع النبي عليه الصلاة والسلام يضوع ربي، وين يعصى النبي يعصى ربي صلى الله عليه وسلم.
من بعد إلى حديث معاذ المشهور، حديث معاذ بن جبل اسميث يشكع القاضي اليمن، الحديث اللي نشوفوا خاطر نوال الروس من بعد يشكعي ثاني والد القاضي يخدم يفصل بين الناس هذه فلوث لوفا ذنب ديال اليمن قبل ذي يروح يستساث الناس بما تقضي بين الناس بركي دياس الكونفلي يعني الخلاف اللي مثلا ذا شاد حكم سوا شاد حكم إناس سلو القرآن الله يعرف يا مستنزل القرآن الكريم إناس بكتاب الله لا صلاة والسلام فإن لم تجد يموتوا في ضارة اللاية إذا تمسلاين في الثمسات إذ يسال غريفاسنيك ذا شو سيدنا إناس فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صافي أقرأ القرآن في السنة إناس فإن لم تجد موتوا في ضارة إناس أجتهد رأيي لا آلو يعني ناس خدم الرأي في الإطار من القرآن وكذا السنة لا آلو يعني لا أدخر جهدا أسخدم تسمرثيو أسخدم ألاغينو العقليو باش نشفذ الحكم الشرعي سي القرآن أو ذي السنة وكي يعني نقدر استنباط الأحكام أدي الشفذ الأحكام سمحت لي ما كان دي فهوذي سوق يفكي زرا ما يفكي الصندوق يخاف في طرف غاصة نظر فيه معليش ها هاد الصندوق من بعد دي فهوذي هفا طيب هذا الحكم شوية ذي بعض الأدلة أضرحها بعد ذلك شو سيدنا عليه الصلاة والسلام يفرح الاستفكار جوابا ماكي إناس الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله يحمد ربي إمي معاذ يوفقه ربي سبحانه غير الصواب يكرزم الحديث يقول الإسلام رواه الأئمة أبو داود وأحمد والترمذي والبيهقي وغيرهم جيم إجماع الصحابة ألف من القرآن باء من السنة جيم إجماع الصحابة أجمعوا أكمل الصحابة عليه الصلاة والسلام على اعتبار السنة النبوية مصدرا ثانيا للتشريع في الإسلام أن نجمع الصحابة أكمل مرة باللي السنة ذات إذا المصدر والسين للإسلام بعد القرآن الكريم. ثانيا تعريف السنة سأعطيك بعض المسائل. تعريف السنة تلقى يتمثل تجد دروس علمية لو كان ثورة دروس خفيفة كان وعظية أدي تعريف السنة يعني ذا دين فيها صلاة والسلام مفرد ولكن هذا يسمح فيه هذا يكون الزنا كي هناك إما ولا الجامعة الله يبارك يعني رواد المسجد قصدا الساعة نيفو عليه الله يبارك نيفو عليه فهم عليه الله يبارك صافي الصفر بلا قد يفهم بعض التفاصيل العلميه الدقيقه ومازال رزاز ان شاء الله سوف نعمق هذه المسائل بشكل دقيق. لذلك استكي تعريف السنه لو كان ضيون عارفيه السنه الناس قبلك تعرفها اني دشيني دقق في السؤال الى قصير لا حتى البواب ذا شو التعريف راك تفكر تعريف الأصوليين تعريف المحدثين تعريف الفقهاء. تعريف الأصوليين علماء الأصول تعريف المحدثين علماء الحديث وقال قد شد علم الحديث. تعريف الفقهاء وقال يخدم ذي الفقه الإسلامي مقار الفقهاء ذاك تفكر بعض التفاصيل. تعريف السنة النبوية ألف عند الأصوليين باء عند المحدثين جيم عند الفقهاء. عند الأصوليين ده شو معنى السنة عند الأصوليين؟ ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير وكي تعريف الجامع المانع يعني ثل السنة القولية ذي مسلاين يدينا النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث العظيم الذي يمثل ثلث العلم
عند الأئمة الأعلام منهم الإمام الشافعي إن هذا الحديث يمثل ثلث العلم ويدخل في 70 باب من أبواب الفقه. هذا الحديث يمثل واحد من الأصول الثلاثة نتاع أصول الإسلام. حديث عمر بن الخطاب هو حديث السيدة عائشة، وحديث النعمان بن بشير اللي هو الحلال بين والحرام بين. إذن هذا الحديث حديث يدخل في باب السنة القولية في مسلاين يدينا في صلى الله عليه وسلم. السنة القولية ثلا السنة العملية معناه ذين يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا تصليثيس أمشي تصلى، أمشي يخدم الركوع، أمشي يخدم السجود، أمشي يرفع اليدين، أمشي يعني أماكن ذاك الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي. صلت أماكن إذ ولم تصلى. الخدمات اللي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشمت في باب السنة العملية الفعلية، يعني السنة يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. ما السنة التقريرية في ثلاثة فكي السنة يخدم نوية من الصحابة ولكن نسا يقفليت أقرها إما قولا أتي كونفيرم يتوكل، إما سكوتا يسكت. وإذا سكت النبي عليه الصلاة والسلام فسكوته في موضع البيان بيان، فهو لا يسكت على باطل. ما يليون الندم سلاي غير خبيث الخدمة قصدات الصحابة نسي السوسم أماكن يكونفيرميت أماكن يقفليت خاطر لو كانوا ثلهارة وتيقبلارة ثكوان يعبر عن قبوله بالابتسامة بالبسمة، يبتسم. هذه الصكة ميقصة لا مقبول، يعني ما كسيقار قفلة. على كل حال الأدلة طاس والنماذج طاس والأمثلة طاس تذكر إن شاء الله في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى. عند المحدثين تعريف السنة عند المحدثين التعريف الأصولي نروي السين ما صدر أو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفات خلقية أو خلقية أو سيرة. هذا كيسا خمسة عند الأصوليين ثلاثة. ما عند المحدثين رنوية السناث الصفة الخلقية، والصحابة تحدثوا عن صفات النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية، أو الخلقية يعني تصرف كويس الأخلاقي ناس. أما كان السيدة عائشة متستقصى هشام بن حكيم عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ثنياس كان خلقه القرآن. والسيرة المقصود السيرة النبي عليه الصلاة والسلام بدءا من المولد ناس، تصرف كاين ناس، البعثي ناس إلى آخره. هذا باختصار. جيم عند الفقهاء تعرف السنة عند الفقهاء تعرف السنة معنيان. المعنى الأول ما يقابل الفرض، والمعنى الثاني ما يقابل البدعة. ما يقابل الفرض كأن نقول صيام رمضان فرض والسحور سنة. لذلك باش نصوم رمضان ضد الفرض إما السحور السنة والخدمة راه من كني سيقارس كثير السحور نتوي تصوم راه سقار كيهضر باش السحور تسحيرض رمضان تصوم دار اي ناس الفرض يروح مقار السنة نطفديس يطفدي السنة السحور ماذا الفرض ليس الحاس. صيام رمضان كيصوم ثلاثة الفرض، صيام 6 أيام شوال مقار الصابرين ولا السنة. هذا الفرق وقيل الفرض وقيل السنة. أيوة. إلى المعنوي السين ما يقابل البدعة. ما يقابل البدعة مثلا بدين الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام أبو داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة إلى آخر الحديث. ذا جايز مثلا إلا العمل إلى السني إلى العمل إلى بدعي معناه مخالف للسنة مخالف للمشروع. مثلا وإن كان المثال
بعد الشر عليكم جميعا، فروا إلى طلاق السني، إلى طلاق البدعي كما يقول الفقهاء. أكيد سمى طلاق السني يعني بعيد ما يلاقوني في المتوسط يمكن طلقة واحدة، طلاق سني طبعا في طهر بلا مساس كما قال الفقهاء إلى آخره. إما يلاقونا سيفر في المتوسط 20 افتكرت أكل أسيني فريغا ب33 ذرية كي أنت تكلاسير طلاق بدعي يخالف السنة ويخالف الشرع أو يخالف المشروع. هذا ثالث مثل. نروح النقطة ثالثا أنواع الأحكام التي جاءت بها السنة. مادام الموضوع راه ندرس مثل ذاك كتاب بلوغ المرام، بيان بلوغ المرام من أدلة الأحكام، ضروري أدري مسلي في النقطة هذه أدريني ذا شو ثمت الأنواع الأصناف الأحكام يدبوا السنة بالنسبة للقرآن بارابور القرآن الكريم. اللانت ثلاثة كاتيجوري، ثلاثة أصناف. الصنف مسوارو قرناس أحكام موافقة للقرآن. الصنف والسن قرناس أحكام مبينة للقرآن. وثلاثة قرناس أحكام جديدة أي لم ترد في القرآن. أذكر الأمثلة. ألف أحكام موافقة للقرآن. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يدير الحديث الذي رواه الإمام مسلم حديث الصحاح إن يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا أي مثلا ثبت ربي سبحانه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وكانت في من اسم عليه الصلاة والسلام إناس كالطلب غدا يعفو غير ربي سبحانه ياثي كان نيي فردان دكواس. وكان الحديث هذا الحديث يوافق قوله تعالى في سورة التحريم مثلا آية 8 يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ربي تسمسلي المؤمن قرص ثوث معنى الحديث يهضر في التوبة يوكذد أين ديوسان في القرآن الكريم. ذا تفكر في باب نهضر في الأحكام المبينة. أحكام مبينة إما بتفصيل المجمل إما بتخصيص العام إما بتقييد المطلق. تلك مسائل مهمة تفكر الأمثلة باش تفادت. بتفصيل المجمل معناتها أتفر ثلث وثلاية مجملة. ما معنى مجملة؟ معنى جلوبال. أدس السنة أدفك لي ديتاي. مثلا ربي في القرآن إن صلاة أقيموا الصلاة لا يغدينا، ولكن أمشى نصاب أمشى نركع أمشى نسجد أشهد ركعات كل صليت للديتاي كيثيم سلاقي ما تشيد القرآن إثنتي ديالنا السنة إثنتي ديفكنن. وكيل معنى يس بتفصيل المجمل شبه ربي واضح. ولكن في مسألة مهمة المجمل سوى السنة يكزمرن أثيد فكن فقط. ماشي من المسائل الأخرى عند الفقهاء زمرن أزكشمن لا غنسن ولا عقل نسن ذاكي خاطئ. صلوا كما رأيتموني أصلي وكي حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في أمر الزكاة ربنا وآتوا الزكاة بتفاصيل الزكاة أمشي رزكي ذرين ذي الدوفيس ذي الدينار ذي النعمة ذي التجارة ذي سكران ذي خرفيان تمنت يا كل ديتاي ذي السنة ذي نتساتي ديفكان لي ديتاي يديفصل بتخصيص العام. أي السنة تبين القرآن بتخصيص العام. مثلا أين يعلن الميراث ليريتاج ما يمثلوا مذان ربي ناد إلى قطفهم في الورثة لسيرتي يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخره. ولكن سمحتي بعد الشر ما يليون ليريتي ينغى صاحب المال ينغاث قتل عمدي وعدواني ذاكي يحرم من الميراث. هناك حديث يخصص يعني مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ميراث لقاتل في رواية أخرى لا يرث القاتل شيئا ورثة والو يحرم من الميراث. طيب بتقييد مطلقه إلا وانت
الحكم أديس ديال القرآن مطلق، ود السنة أتقيد، أتليميتي تقيد. أفتح المثال، زرما مثل الآية تهضر في الوصية في سورة النساء، الوصية مع التستامون، ودي فكرة ربي شحال إن أمذان يزمر يجي الوصية ينقورا لسيريتي، ماشي لسيريتي أتيجي نقورا وخلاص. ولكن داك يسمح فيه التستامون قالت مثلا يزمر يون أديش تستامون وصية يوراويس، يزمر يجي الوصية النصف الثلثين دو تيير، ترى يجوز ولا يجوز لا. أشينا في القرآن يجوز، خاطر ربي القرآن يناد في سورة النساء من بعد وصية توصون بها أو دين، في آية أخرى من بعد وصية يوصين بها أو دين. يعني رب سبحانه ودي حد الدارة الوصية أشحال، ودي حد الدارة ولا تياوي ولا يسفايدين الوصية. ذي السنة غير ديوسان فكاية لي ديتاي تخدم لي ليميت لي فرونتيير الحدود. مثلا حديث سعد بن أبي وقاص الناس عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، وريو زارا يوناديش تستامون أكثر من الثلث، أتسلت له ماكسيموم الثلث. أي نزاذا أثيض الموقوف على إجازة الورثة، إذا أجازوه نفذ وإذا ردوه يرد. أيوة تكيسم سوارث إن هذا الحديث وايض إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعمالكم زيادة في أعمالكم فضعوه حيث شئتم. يسمى لي ولكن بون أثريسبكتير لو انتير، ولكن فتغي من غير لي خاطي يسد الحديث وايض يقيد إن لا وصية لوارث. أطونسيون يولاد يجي الوارث ينسى يجي الوصية، ما يفكيس الدوناسيون الهبة ديال حياتيس معليش ماذا الوصية لا وصية لوارث، أخطر الوارث يسعى الميراث يسعى التركة. على كل حال تفاصيل كثيرة ما نوض في شرحنا لبلوغ المرام، أدت تفاصيل إن شاء الله تعالى. تجيب أحكام جديدة لا تشير الأحكام لا تذي السنة ولا شيء القرآن. والسلام الآية قبل حين سورة الحشر الآية 7 وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. مثلا لا تشير الأدلة الأحكام وسنة السنة. أذكر على سبيل المثال توريث الجدة السدس، يعني الجدة اش غتورث؟ ماشي في القرآن الكريم التورثان سيسيم في 6 في السنة غير 2. توريث بنت الابن يلي سن النيس حفيدة في السنة غير 2. كذلك قضاء الحائض للصوم تمطث، يعني لنس الحيض في رمضان أم كتقضوا رمضان ماشي تصلي فيس لكن هذه السنة. مثلا تحريم كذلك اتخاذ القبور مساجد، في الحرام يولي يتخذ القبور في الجوامع الصلاة في السجوان في الحرام السنة هدينا. مثلا تحريم الذهب والحرير على رجال الأمة، الذهب أو الحرير في الحرام في رقاسم ينسلمن في الحلال في لاوين في رقاسم الحرام يكفي في مسألة يوم السلام أندلانت ما تجي في القرآن تساد وسانتد أحكام جديدة وسانتد في السنة النبوية. رابعا مصنفات أحاديث الأحكام. ففي غشر هذا الموضوع غادي يأتي الختيم إن شاء الله. لانت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لانت الأحاديث يدي يهضر في الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، يدي يهضر في الآداب في الأخلاق في التصرف كاع في المراقبة في زيارة المريض في كذا كذا. ولكن لانت الأحاديث مدرسة العلماء أحاديث الأحكام. الأحكام أما ذي الطهارة أما ذي الصلاة أما ذي الزكاة أما ذي المساقات أما ذي المزارعة أما ذي القراض أما ذي الربا أما ذي الجهاد أما ذي البيوع طاس تمسالك الله سيكذا كاع نغسل نسوي إن شاء الله تعالى المعاونة كنسوع الكوراج إن شاء الله غيصل ربي إن شاء الله الهدف إلى بلوغ المرام إن شاء الله تعالى. ذاك يفهم 3 أنواع من المصنفات. ألف الموطئات استقارا. أتفك على سبيل المثال موطأ الإمام مالك معروف، الموطأ الثاني للإمام محمد بن الحسن الشيباني الحنفي،
باء السنن ويقارن السنن، أما سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن الدارمي، الدارقطني، سنن الكبرى للبيهقي، الجامع للترمذي المشهور بسنن الترمذي، المجتبى هكذا قارن المجتبى للنسائي المعروف بسنن النسائي. في كذلك قارن ست مؤلفات السنن وسنتد بعد الموطئات من الناحية التاريخية، الموطئات سمجورة وبعدين باء وسنتد السنن، بعدين جيم وسنتد مؤلفات متخصصة في أحاديث الأحكام، في كذلك سبيسياليزيت منهم على سبيل المثال يوم كتاب اسمه الأحكام الشرعية الكبرى وتخدم الإمام أبي محمد عبد الحق الإشبيلي المالكي وبقارن ابن الخراط، إلى كتاب آخر اسمه عمدة الأحكام عن سيد الأنام الحافظ عبد الغني المقدسي، إلى كتاب آخر اسمه الأحكام الكبرى لمجد الدين عبد السلام بن تيمية وقد جديس ابن تيمية أحمد بن تيمية شيخ الإسلام، إلى كتاب اسمه المنتقى من الأخبار ذا جديس ابن تيمية، إلى كتاب اسمه الإمام في أحاديث الأحكام للإمام ابن دقيق العيد، يسعى كتاب آخر رائع أيضا ملخص اسمه الإلمام بأحاديث الأحكام، الإلمام ملخص لكتابه الضخم اسمه الإلمام ملخص لكتاب الإمام ابن دقيق العيد، إلى بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني. مادام ضغط الكتاب ثاقي سيكتاب ثاقي إن شاء الله أنا نبذو عن الشرح إن شاء الله سير الساون كل 15 يوم ما يرضى ربي ذكوس الخميس ذاك كل 15 يوم ما عدا الخميس القادمة أعتذر من الآن سأكون غائبا إن شاء الله تعالى، بعدين أنخدم كل 15 يوم كل خميس ذاكي وفضيلة الشيخ سيخبركم في الوقت المناسب. أثناء الشرح القبائلي استعراف نعمق المسائل إلى قدر ما كنا إن شاء الله أدرس فما كنت مثال ونتجرى المجال الحوار يعني من قريبا يكفوا الدرس أنفك الوقت يعني وثمثنا ونفي من حاجة أسيد المسدرس القبائلي وتجعل ربي الحلقة إن شاء الله تقدر ربي عبادة منا جميعا وتجعل ربي في ميزان الحسنات وغفق ربي جميعا ونحب الله. والسلام عليكم.